تعرف إن ابن سينا كان أول لايف كوتش في التاريخ؟ في القرن العاشر كان في راجل اسمه ابن سينا، النهارده بنسميه أبو الطب الحديث، بس قليل اللي كان يعرف إنه أول واحد يعمل النيوتريشن كوتشنج قبل ما الكلمة تظهر ب1000 سنة. بيقولوا إن ابن سينا ما كانش بيبدأ بعلاج ولا بدواء، كان بيبدأ بالأكل. واحدة مرة راحت تشتكي له من صداع مزمن، الناس توقعت إنه هيوصف دواء، بس هو سألها بتشرب مية ولا لأ، بتاكل ولا لأ. بعد ما خلص قال جملة لسه الطب بيكررها لحد دلوقتي، إن أصل الداء الغالب من سوء التدبير، إن أسلوب حياتك هو اللي بيمرضك مش بس جسمك. في كتابه القانون في الطب خصص فصل كامل اسمه تدبير البدن، قال فيه إن الأكل يكون حسب مزاج الشخص، وإن الهضم أهم من كمية الأكل، وإن الحركة جزء من العلاج، وإن النوم نفسه غذاء العقل والجسم، وإن الإفراط في أي حاجة حتى لو كانت صحية هو المرض. كان عنده نظرية عبقرية قوي، الجسم لما يتلخبط ما ترجعلوش بدواء قوي، ارجع له بنظام يوازنه من جديد. ابن سينا كان شايف إن الصحة تساوي أكل مناسب، نوم مظبوط، حركة، مزاج هادي، وده نفس اللي بنقوله في العيادة النهاردة، بس هو اكتشفه من 1000 سنة. ودي كانت حكاية النهاردة من سليمان.